والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ابن قدامة تابعي لمعة الاعتقاد، قال: وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال: بلى وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل، فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم، وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه. الصواب يعني محمد بن عبد الرحمن الأدرمي، الصواب هو عبد الله بن محمد بالذال الأذرمي، ليس محمد بن عبد الله الأدرمي. وهذا يعني هذه القصة مشهورة تداولها العلماء، وإن كان في نسبها إلى هذا الإمام لا تصح، سندها إلى هذا الإمام لا تصح، لكن هي بسبب شهرتها وقيل لها شواهد وهي صحيحة. المناظرة أصلها صحيحة، الكلام صح وحقيقة، كلام صح وحقيقة، ويعني كلام طيب، كلام طيب. فهذا يعني الإمام يعني ناظر رجل من أهل البدع، وهكذا هذا جواب لكل مبتدع، هذا جواب لكل مبتدع. يعني قال له هذا الإمام، قال لذلك الرجل تكلم بدع مثلا في الصفات أو حتى في العبادات، حتى في باب العبادات. قال له: هل علمها النبي صلى الله عليه وسلم؟ علم بهذه البدعة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال: يعني لم يعلموها. قال: لم يعلموها. قال: فهؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، فأنت تعلمها؟ يعني أنت أفضل منهم، تجعل نفسك أفضل منهم، أعلم منهم. قال: لا، أقول علموها. لأنه ما أحد سيقول أنه أعلم من رسول الله. هل سيقول أحد أنه أعلم من رسول الله؟ لا يمكن، هذا إلا يعني مجنون أو جاهل، لا يمكن. فقال له: طيب، النبي صلى الله عليه وسلم علم هذه البدعة، هكذا يقال لكل مبتدع جاء ببدعة: هل علم النبي صلى الله عليه وسلم هذه البدعة؟ فإنه لا يمكن أن يقول لم يعلمها النبي. فإن قال أولا لم يعلمها النبي، نقول له: إذن أنت أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سيرجع يقول: لا، علمها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها أبو بكر وعمر. فيقال له: علمها النبي صلى الله عليه وسلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستطيع أن يعمل؟ كان يستطيع أن يعمل؟ وسعهم أن يعملوها؟ وسعهم أن يعملوها؟ كان يستطيع أن يعملوها؟ فسيقول: نعم، وسع النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنهم يعملوها. يقال له: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يعملها أو لم يستطيع؟ سيقول: يستطيع. لا يمكن أن يقول لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم يعملها، لأن هذه عبادة وهذا يعني بدعة عمل. فسيقول: نعم، استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعملها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملها، صح؟ فيقال له: أشيء وسع النبي صلى الله عليه وسلم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يعملها لكنه لم يعملها النبي صلى الله عليه وسلم. فشيء وسع النبي صلى الله عليه وسلم، استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمله ولم يعمله، أنت تعمله. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه لا يسعك أنت. وسع النبي صلى الله عليه وسلم
أن يعملها ولكنه تركها، فأنت يعني وسعك أن تترك هذه أيضا، لا تعملها، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وسع النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يعملها وأن يدعو إليها، قال نعم وسعهم، ولكنهم لم يدعوا إليها. قال إذا، فنقول له إذا كان أن وسع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمل بهذه وأن يدعو إلى هذه البدعة ولم يدعو إليها ولم يعملها النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت يسعك ألا تدعو الناس إليها ولا تعملها. فشيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لك أن تفعله، وشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس إليه يسعك أنت ألا تدعو الناس إليه. فمن يعني قال فانقطع الرجل وقال وكان حاضرا، وكان الخليفة حاضرا، فقال لا وسع الله على من لم يسع رسول الله. إذا كان وسع الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني لا يدعو الناس إلى هذا الشيء، فأنت يسعك أيضا ألا تدعو الناس. فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب عليك أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا وسع الله على من لم يسعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني شيء يأتي به والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي به، لم يسعه أن يسكت، النبي صلى الله عليه وسلم يعني سكت وترك هذا الأمر ولم يأتي بهذه العبادة، وهذا لا، لم يسعه، ضاق صدره، يريد أن يأتي بشيء جديد، فدعا عليه الخليفة لا وسع الله عليه. من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا عليه بأن الله يجعله في ضيق. فيقال لهذا المبتدع في كل بدعة هذا، هل علمه النبي؟ سيقول نعم علمه. هل النبي صلى الله عليه وسلم يعني وسعه أن يعني ألا يتكلموا به؟ سيقول نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم به، لم يقول لا، بل وسع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم به. تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يتكلم به. إذن فأنت تفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تسكت مثل ما سكت النبي صلى الله عليه وسلم، وتعمل مثل ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم. تترك مثل ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم، لا تأتي بشيء جديد. فإن قال لا أنا أريد أن أدعو الناس إليه، إذن أنت تخالف النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تقول أنك أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بهذا، أنت تقول أنا سأتكلم بهذا، فأنت تجعل نفسك أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، أو النبي صلى الله عليه وسلم عمل بهذا العمل، أو أنا أعمل بهذا العمل، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل، أنت تقول لا أنا من باب كثرة العبادة أو كثرة الخير، إذن تجعل نفسك أنك أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. فانقطع الرجل، سكت، ما استطاع لأن المبتدع لا بد أن ما عنده حجة أصلا. المبتدع ما عنده حجة ولا دليل، المبتدع عنده هوى فقط، المبتدع عنده هوى وآراء فقط وحماسة. فإذا أقيمت عليه الحجة ينقطع المبتدع، لأنه ليس عنده دليل وليس عنده حجة. فيعني هنا يعني كلام طيب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بمعنى هذا الكلام أن الرجل يقف عند كتاب الله وعند سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، ولا يأتي بشيء جديد. فإنه من أتى بشيء ليس في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعني يأتي عن الصحابة رضي الله عنهم سواء قول أو عمل، لابد أن يأتي ببدعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنما المتبع في إثبات أحكام الله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسبيل السابقين أو الأولين. لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة، لا يجوز إثبات حكم شرعي، هذه عبادة أو في باب الأسماء والصفات هذه من صفات الله ومن أسماء الله، لا يجوز إثبات حكم شرعي هذا حلال هذا حرام إلا من هذه الأصول الثلاثة: كتاب وسنة وما كان عليه سلف الأمة. وقال غفر الله له، أي قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا: كل من سلك إلى الله عز وجل علما وعملا بطريق ليست مشروعة. ما هي الطريقة المشروعة؟ كتاب، سنة، سلف
الأمة، فليست مشروعة موافقة للكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة وأئمتها، فلا بد أن يقع في بدعة قولية أو عملية. من سلك طريق إلى الله عز وجل، علم أو في عمل، في علم أو في عمل بطريقة ليست الطريقة المشروعة. ما هي الطريقة المشروعة؟ الكتاب والسنة، فهم سلف الأمة، جاء بطريق ليست من هذه الطريقة، لم تأتي في الكتاب ولا في السنة وليست من على منهج سلف الأمة، فهذا بدعة، سيقع في البدعة قولية أو عملية، أذكار أو صلوات أو غير ذلك. قال فمما جاء من آيات، قال المؤلف رحمه الله: فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، وقوله: بل يداه مبسوطتان. هذا فيه بدأ شرع المؤلف رحمه الله تعالى ابن قدامة في ذكر الأدلة على يعني صفات الله عز وجل وعلى بعض صفات الله عز وجل، آيات الصفات أي ما جاء في القرآن، وسيأتي بعد ذلك يعني الأحاديث التي جاءت في صفات الله عز وجل. هنا بدأ بالآيات بكتاب الله عز وجل، وكما تقدم معنا أن الأسماء والصفات من أين تثبت؟ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يسمي الله إلا بما سمى به نفسه في كتابه، أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، ولا نصف إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وهنا ذكر صفة الوجه وصفة يعني اليدين، سيأتي معنا يعني يذكر صفة السخط والرضا والمحبة والحب. قال: ويبقى وجه ربك، هذا الوجه من صفات الله عز وجل الذاتية التي لا تنفك عنه. وجه نثبت لله عز وجل، نثبت بأن لله عز وجل وجه يليق بجلاله. كيف؟ لا نعلم. كيف؟ لا نعلم الكيفية. إثبات بلا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل. إثبات بلا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل. نثبت لله عز وجل بأن لله عز وجل وجه يليق بالله سبحانه وتعالى، وثابت بالكتاب كما في هذه الآية: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وكذلك في السنة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك. وكذلك أجمع يعني الصحابة، كذلك أجمع أهل السنة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم على إثبات هذه الصفة لله عز وجل، إثبات صفة الوجه لله عز وجل. وقال: بل يداه مبسوطتان، أيوة صفة أيضا ذاتية لله عز وجل. لله عز وجل يدان كما في هذه الآية: بل يداه مبسوطتان. كيف؟ لا نعلم الكيفية، لا نعلم الكيفية، لكن نحن نعلم المعنى. الوجه معروف المعنى، لكن الكيفية الله أعلم. اليدان معلوم المعنى، لكن الكيفية الله أعلم. إثبات بلا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. لا تمثيل ولا تكييف. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هو السميع البصير. وهنا يعني تنبيه كما يذكر العلماء أن يعني الله عز وجل أثبت بأن له يدان في القرآن، جاء في الجمع وجاء بالإفراد وجاء بالتثنية. التثنية هذا بل يداه مبسوطتان، وهذا هو يعني الأصل أن لله عز وجل يدين. وجاء بالإفراد كما قال الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك، بيده يد واحدة. وجاء بالجمع: أولم يروا مما عملت أيدينا، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، الجمع. فقال العلماء: الإفراد هو مضاف بيده، يد مضاف إلى الهاء، والمفرد إذا أضيف فهو يعني يشمل الجمع يعني ويشمل التثنية. المفرد إذا أضيف للجمع، بل يدي يعني يشمل الجمع ويشمل التثنية، فيرجع إلى أنه مثنى، يده أن اثنتين.
والجمع قالوا من باب العظمة كما تقدم معنا إنا نحن نزلنا الذكر، المعظم معظم نفسه. والأصل أن لله عز وجل يدين، هذا من باب التعظيم. وقيل أقل كما هو معروف في لغة العرب أن أقل الجمع اثنين، أقل الجمع اثنين. وقد جاء في القرآن يعني الله عز وجل يذكر يعني المفرد بصيغة الجمع، يذكر المثنى بصيغة الجمع، يذكر المثنى بصيغة الجمع. قال الله عز وجل في قطع يد السارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أيديهما جمع، لم يقل يداهما بل قال أيديهما للجمع. وقال الله عز وجل عندما يعني تظاهرت زوجاته وهي عائشة وحفصة أظن الله أعلم، اثنتان من زوجاته عائشة وحفصة، قال الله عز وجل بل سقت قلوبكما، بل صغت قلوبكما، قلوب هذا جمع، لم يقل قلباكما بل قال قلوبكما للجمع، وهو المراد اثنين. فقول الله عز وجل مما عملت أيدينا جمع والمراد به اثنين. إذن فلله عز وجل يدان، هذا وهذه يعني صفة اليدين ثابتة بالكتاب وكذلك السنة وإجماع سلف الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يدي الله يعني ملآ لا ينقصها شيء، سحاء الليل ينفق كيف يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيده الأخرى القبض، يده الأخرى القبض. فهذا يعني هذه صفة اليدين ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، بخلاف يعني أهل البدع قالوا اليد معناها القوة والقدرة، وهذا كلام باطل لأنه لم يأتي عن السلف ولم يأتي في اللغة العربية أن اليد بمعنى القوة والقدرة، ولم يفسرها أحد من السلف بهذا التفسير. قال وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، هذا إثبات النفس لله عز وجل وهي ذاته، ما قال يعني رحمه الله تعالى يعني هي ذاته، ما قال يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى النفس هي ذات الله عز وجل، ذاته المقدسة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومعلوم أن نفس الله التي هي ذاته المقدسة الموصوفة بصفات الكمال ليست مثل نفس أحد من المخلوقين. قال وقد ذهب طائفة من المنتسبين إلى السنة من أهل الحديث وغيرهم وفيهم من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما إلى أن النفس صفة من الصفات، والصواب أنها ليست صفة بل هي نفس ذات الله، بل نفس الله هي ذات الله سبحانه وتعالى، ليست من الصفات، نفس هي ذات الله عز وجل، وهي يعني ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة كما ذكر المؤلف في الكتاب. قول المؤلف ويعني قول المؤلف إخبارا عن قول الله عز وجل إخبارا عن عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. قال الله عز وجل كتب ربكم كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، ورضا نفسه، هذا هو الشاهد من السنة وغير ذلك من الأدلة، وغير ذلك من الأدلة. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فيعني النفس هي ذات الله عز وجل، النفس صحيح أنها هي ذات الله عز وجل وهي ثابتة بالكتاب والسنة كما تقدم وبإجماع سلف الأمة. قال وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله سبحانه وتعالى وجاء ربك، هذا إثبات المجيء والإتيان لله عز وجل، هي ثابت أيضا يعني صفة المجيء، يعني صفة يعني المجيء
إثباتها على ما يليق بالله. جميع الآيات، جميع الصفات، جميع الصفات والنفس ذات الله، كما أن لله عز وجل ذاتا تليق به ولا تشبه ذات المخلوقين، فكذلك لله عز وجل الصفات تليق به ولا تشبه صفات المخلوقين. فالله عز وجل أثبت له الوجه يليق بجلاله لا يشبه وجه المخلوقين. لله عز وجل يدان تليق بجلاله لا تشبه يدان المخلوقين. لله عز وجل يعني كما أثبت الله عز وجل له المجيء، هذا مجيء يليق بالله عز وجل ولا يشبه مجيء المخلوقين، ولا يشبه مجيء المخلوقين. فيعني المجيء ثابت بالكتاب والسنة، وكذلك إجماع سلف الأمة، إجماع سلف الأمة. قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. ويعني كما جاء في الحديث، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل يأتي يوم القيامة للفصل بين العباد، أن الله يأتي يوم القيامة للفصل بين العباد، وجاء ربك في يوم القيامة. هذا المجيء والإتيان يكون يوم القيامة. أما إلى الدنيا فما يأتي الله عز وجل في الدنيا، إنما يأتي يوم القيامة. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا يكون يوم القيامة. أما في الدنيا فمجيء عذابه ومجيء أمره فقط، أما هو لا يأتي. فقول الله عز وجل: فأتى الله بنيانهم من القواعد، أي يعني أن الله عز وجل هذه ليست من آيات الصفات، هذه ليست من آيات الصفات، لأن الله عز وجل لا ينزل إلى الأرض في الدنيا، إنما ينزل ويجيء يوم القيامة، إنما ينزل ويجيء يوم القيامة. فمجيء إتيان يعني الآيات التي فيها ذكر أن الله أتى في الدنيا، أي أمره وعقابه وعقابه سبحانه وتعالى. قال: وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله تعالى: يحبهم ويحبونه، لا صفة الرضا وصفة المحبة. صفة الرضا ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وكذلك المحبة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. فالرضا قول الله عز وجل في الكتاب: رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين. وأما في السنة: إن الله يرضى لكم ثلاثا. إن الله يرضى لكم ثلاثا. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وأما المحبة فكما ذكر يعني المؤلف، قول الله عز وجل: يحبهم ويحبونه. وقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. كثير من الآيات التي فيها ذكر إثبات المحبة لله عز وجل، وهي صفة فعلية، هي صفة فعلية، أي أن الله عز وجل يفعلها متى يشاء. وكذلك يعني الرضا، أن الله عز وجل يرضى يعني عن عباده المؤمنين ويحب المؤمنين. وأما في السنة وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية رجلا غدا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، التقي الغني الخفي. وكثير من الأحاديث: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله يحب الرفق في الأمر كله. هذا ثابتة، يعني صفة المحبة فعلية والرضا فعلية، ثابتتان في الكتاب والسنة وكذلك بإجماع سلف الأمة. قال: وقوله تعالى في الكفار: وغضب الله عليهم. وقوله تعالى: اتبعوا ما أسخطوا الله. وقوله تعالى: كره الله انبعاثهم. هذه صفات أيضا فعلية: الغضب والسخط
والكره ثابتة لله عز وجل، ثابتة لله عز وجل. الغضب ثابتة لله عز وجل بالكتاب، غضب الله عليهم، غضب الله عليهم. وكذلك ثابتة بالسنة، إن ربي كما في حديث يعني الموقف، إن ربي قد غضب اليوم غضب، ما يأتي الملائكة، يأتي الناس إلى الأنبياء فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب عليه، لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. كذلك نوح، وكذلك الأنبياء. وقول الله عز وجل إن رحمتي غلبت غضبي، إن رحمتي غلبت غضبي، يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. وغير ذلك من يعني الأدلة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تثبت هذه الصفة، صفة الفعل، صفة الغضب. كذلك أجمع سلف الأمة على إثبات هذه الصفة. وكذلك السخط، اتبعوا ما أسخط الله، ثابتة بالكتاب والسنة. وكذلك أجمع أهل السنة على هذه الصفة، على إثبات هذه الصفة. فمن الكتاب ما ذكره المؤلف اتبعوا ما أسخط الله، وقوم في السنة إن الله سبحانه وتعالى يقول لأهل الجنة إني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. في الحديث اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وقوله كره الله انبعاثهم أيضا صفة الكره ثابتة بالكتاب والسنة، وكذلك إجماع سلف الأمة. وكلا الصفات على ما يليق بالله عز وجل من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف، غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف. أما من الكتاب كره الله بعثهم، وأما من السنة إن الله كره لكم، يرضى لكم ثلاث ويكره لكم ثلاث، كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وأجمع أهل السنة على إثبات هذه الصفة الفعلية لله عز وجل. فعلية معنى أن الله عز وجل يفعلها متى شاء وكيف ما شاء سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.